النهارده ان شاء الله نعرف ازاي نسطب البايثون والفي اس كود على الجهاز بتاعنا. اول حاجه هنزل البايثون. هنكتب على جوجل بايثون داونلود. هيفتح لي موقع بايثون، هندوس على داونلود بايثون. هيفتح لي صفحه بايثون الرسميه. هنروح عند داونلودز ونروح عند ويندوز عشان احنا تقريبا كلنا ويندوز. وهننزل تحت شويه. هننزل اخر فيرجن للويندوز اللي هي تبقى دي. دوس عليها هتنزل على طول. next install. وبكده خلاص تحميل معانا. ندوس على كلوز. بعد كده عايزين نتأكد بقى ان هو موجود على الجهاز بتاعنا، فنفتح الكوماند برومبت. نكتب بايثون داش داش فيرجن. قال ان البايثون الموجود عندك 3 و13 و9. بدل مطلع كده يبقى تمام. الكمبيوتر اتعرف على البايثون بتاعنا. بعد كده المفروض نكون مثبتين عندنا الفي اس كود. فنكتب برضو على جوجل في اس كود داونلود. ونفتح اول تاب هتجيلنا. وننزل بتاعة الويندوز بتاعتنا. ندوس على ويندوز. هو نزل. بينزل عندها اهو. وبعد كده هنسطبه عادي، هنفتحه وندوس نيكست 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 انستول وبعد كده تنزل عادي. اول حاجه عايزين نثبت عليها البايثون. فنروح عند الاكستنشنز. بنكتب هنا بايثون في السيرش بايثون. نعمل هنا وبيبقى هنا في تابة اسمها انستول، بندوس عليها عشان هو نزل عندي. وبننزل دي كمان بنعمل لها انستول. وكده يبقى يكون البايثون اشتغل معانا. بعد كده نروح نقول له عايزين بقى نفتح بروجكت. نقول له مثلا اول فولدر واختار اي فولدر. اختار هنا مثلا بايثون فيديوز. كده افتح لي البروجكت بتاعي، ادوس له هنا نيو فايل واكتب له تيست دوت باي. واقول له برنت هلو وورلد. واعمل رن. رن عادي خالص اهو. بيتريق لي رن تانية، بدل ما ادوس هنا اكتب هنا بايثون. واكتب اسم الفايل اللي احنا عاملينه تيست دوت باي. رن خالص عادي خالص. كده هتكون سطبنا بايثون وفي اس كود مع بعض.